مساء الفل. فيلم غبي منه فيه واحد من الافلام اللي سابت بصمه عند الجمهور وبقت جزء مهم في تراثنا الكوميدي، ولا لحد النهارده كل ما يجي على التلفزيون بنقعد نضحك وكاننا بنشوفه لاول مره. الفيلم على قد ما هو بسيط في فكرته الا انه قدر يضحكنا جدا ويخلي عندنا خليط من المشاعر المتضاربه بين الضحك والعطف على شخصيه البطل. لكن برغم شهرة الفيلم إلا إنه بشكل ما الإيرادات ما عكستش جودته ومحققش النجاح التجاري المطلوب في شباك التذاكر. فيلا بينا نغوص مع بعض في كواليس الفيلم ده ونعرف ليه ما نجحش تجاريا بالشكل المتوقع وليه اتعلقنا بيه جدا لما اتعرض على التلفزيون. بس طبعا قبل ما نبدأ أتمنى تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، ولو تدوس على زر الجرس يعني مش عارف أقول لك إيه بصراحة. وكفاية بقى رغي ويلا بينا نبدأ. غبي منه فيه إنتاج سنة 2004. الفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج رامي إمام، ومن بطولة هاني رمزي ونيلي كريم وطلعت زكريا والراحل القدير حسن حسني. الفيلم ببساطة بيحكي عن سلطان، الشاب الساذج اللي بسبب غبائه وذكائه المحدود بيورط نفسه في سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية. القصة تبدو بسيطة وبعيدة عن التعقيدات وبتعتمد بشكل رئيسي على كوميديا الموقف، ده غير ان السيناريو لعب دور كبير في إظهار عبثية الأحداث وتوريط البطل في مواقف متتابعة بتخلقها محدودية ذكائه. والعبقرية هنا ان الفيلم قدر يحول لك بعض المشاهد اللي تبدو جافة او عنيفة زي مشاهد السرقة والاكشن لمشاهد لايت كوميدي تناسب كل الاعمار. لو جينا بقى للشخصيات فاحنا عندنا 4 شخصيات رئيسية في الفيلم بتدور حواليهم الاحداث: سلطان بطل الفيلم، وسامية خطيبته، وجوز خالتها المعلم ضبش، ونصها ابن خالة سلطان. نبدأ بشخصية سلطان اللي جسدها هاني رمزي، والدور ده يعتبر أيقوني لهاني رمزي. قدر فيه يغير جلده تماما ويعمل كاركتر مختلف عن أعماله السابقة، ونجح هاني رمزي إنه يقدم شخصية الغبي بامتياز من غير ما تبقى مفتعلة أو مملة. وكان التحدي هنا إنه يحقق التوازن بين تقديم شخصية مضحكة وفي نفس الوقت مش مستفزة، وده عن طريق مزج الكوميديا بالمشاعر الإنسانية. واعتمد هاني رمزي بشكل كبير في أداء شخصية سلطان على تعبيرات الوش والنظرات وحركات الجسد العشوائية، الحاجة اللي أضفت على الشخصية طابع عفوي يجبرك على التعاطف معاها. وقدر هاني رمزي يحقق المعادلة الصعبة ويوصل لك شعور البراءة والغباوة في نفس الوقت، لدرجة إنك مش هتقدر تتخيل حد غيره يقوم بالدور، وده نجاح كبير في تقديم الكاركتر بالشكل المطلوب. نيجي للشخصية التانية الفعالة في الأحداث، وهي شخصية سامية اللي قامت بيها نيلي كريم. ودور سامية كان بسيط وكان بيمثل الجانب العقلاني في القصة، وده مع مسحة من الكوميديا. ونجحت نيلي إنها تقدم الشخصية بشكل لطيف ومتوازن بعيد عن الحزق والأفورة، لكن في المجمل مساحة الدور ما كانتش كبيرة رغم فعاليته في الأحداث، وده يمكن اللي خلاه ما يسيبش بصمة كبيرة عند الجمهور زي باقي شخصيات العمل. نيجي بقى للشخصية اللي علقت مع الجمهور، وهي شخصية نصة اللي قام بيها الراحل المبدع طلعت زكريا. ونصة كان السنيد أو مساعد البطل. شخصية نصة كانت ضلع مهم في المثلث اللي حقق التوازن الكوميدي في الفيلم جنب سلطان وضبش. وكعادة طلعت زكريا قدر يقدم الشخصية بكل سلاسة وتلقائية، وقدر يطلع منك الضحكة بدون تكلف أو مجهود، وقدم لك مزيج بين الكوميديا الجادة والبسيطة مع استخدام لغة الجسد لتوصيل روح الشخصية، وتميز طلعت زكريا في إلقاء الإفيهات. وهتلاقي كل مشاهد نصة مع سلطان الكيمستري فيها عالية جدا بين الاتنين، وقدروا يخلقوا حالة مميزة جدا ساهمت في تخليد الثنائية دي كثنائية كوميدية نادرا ما تتكرر. نيجي بقى للشخصية الرابعة واللي يعتبر كانت البطل الثاني وعامل رئيسي في رفع كفاءة العمل، وهي شخصية المعلم ضبش واللي قام بيها الراحل القدير حسن حسني. حسن حسني كان عامل مشترك في أغلب الأفلام الشبابية في الفترة دي، وشخصية ضبش أنا بعتبرها الترمومتر بتاع الفيلم، ويعتبر هي اللي غيرت مسار الأحداث بشكل كامل وخدت الفيلم المنحنى تاني خالص. احنا قبل ما نحب الجوكر وولتر وايت وزي ما حبينا البازا فندي والمعلم داغر وكلهم كانوا أشرار، كلنا حبينا المعلم ضبش رغم إننا عارفين إنه حرامي. حسن حسني قدر يحببك في الشخصية ويعلقك بيها ويضيف عليها لمساته الخاصة، ورغم انه كان دايما هو رد الفعل للنكتة الا انك بتضحك على رد فعله اكتر من النكتة نفسها. اداء بسيط وسلس بعد فيه عن الصورة النمطية للشخصية الشريرة، انت كنت بتضحك على الطريقة اللي بيتقال بيها الافيه اكتر من الافيه نفسه. وساعدوا على كده الفرش الصح اللي كانت بتعمله شخصية سلطان من خلال المواقف الغبية اللي بيعملها. وبرضه ثنائية ضبش وسلطان يمكن من اعلى الثنائيات اللي قدمت لك الضحك التلقائي النابع من الموقف نفسه. حتى الشخصيات الثانوية اللي في الفيلم، أبو سلطان وعم إسماعيل وأبو سامية والراجل صاحب الشقة، كلهم كانوا متوظفين صح، وكل قطعة فيهم كملت اللوحة الكوميدية للفيلم. الحقيقة الكاست كله كان متسكن باحترافية عالية، وكل واحد فيهم ضاف لمسة مميزة جدا للفيلم، وتحس إن كل الأدوار متفصلة عليهم. ولو هنتكلم عن السيناريو اللي كتبه أحمد عبد الله، لازم نقول إنه كان ذكي جدا في تقديم شخصية سلطان كشخص بريء وساذج لكن في نفس الوقت جذاب وعفوي. الحبكة اعتمدت على المواقف الكوميدية اللي بتتولد من سوء التفاهم وقرارات سلطان الغريبة اللي أحيانا بتبقى ضد المنطق. السيناريو كان مليان لحظات مضحكة كتير وأوقات بتخلينا نحس بإنسانية الشخصيات، وده نادرا ما تلاقيه في فيلم كوميدي.
ونلاحظ برضو ان الفيلم اعتمد على الاحداث المتتابعة اللي بتتصاعد بالكوميديا بشكل تدريجي، لكن برضو لو دققنا في القصة اكتر هنلاقي ان عنصر التشويق مش قوي بما يكفي لشد الجمهور للنهاية، وده يمكن واحد من اسباب ضعف الايرادات. في المجمل السيناريو بسيط جدا مفهوش عمق يعني، ومعتمد بشكل كبير على عبثية الاحداث والمواقف، وده اللي خلق كوميديا عايشة معانا لحد دلوقتي. كمان الاخراج بتاع رامي امام كان بسيط لكنه فعال جدا، اعتمد على المواقف الكوميدية اللي بتتخلق من الشخصيات بدل ما يعتمد على إفيهات جاهزة، وقدر رامي إمام يحافظ على الإيقاع السريع للفيلم، وده مهم جدا في الأفلام الكوميدية علشان ما يحصلش ملل. برضه اختيار مواقع التصوير كان مناسب جدا للأحداث، خصوصا مشاهد الحارة والكازينو والأماكن اللي بتحصل فيها حوادث السرقة. ونجح رامي إمام في إخراجه إنه يقدم حالة كوميدية فريدة، وركز على تفاصيل صغيرة زي التركيز على تعبيرات الوش والانفعالات والحركات الكرتونية في بعض المشاهد، وده ساهم في تعلية الجرعة الكوميدية. واستخدم أدواته ببراعة لتقديم فيلم بسيط ولكنه مؤثر، وتوجيه الكاميرا طول الوقت لنقل المشاعر البسيطة والكوميديا الحية. كل ده ساهم في إيصال الرؤية الكوميدية بشكل ممتع. نيجي للموسيقى التصويرية اللي قدمها خالد حماد، واللي لعبت دور كبير في تعزيز لحظات الكوميديا والمواقف الحرجة. الموسيقى كانت بتتفاعل مع الأحداث بشكل كبير، وقدرت إنها تخلق مود معين للفيلم بيتماشى مع حجم الكوميديا والهزل اللي فيه. وبمناسبة خالد حماد، الراجل ده تقريبا كان عامل أغلب الأفلام الكوميدية اللي بنحبها في بداية الألفينات، صعيدي في الجامعة الأمريكية، فيلم ثقافي، اللي بالي بالك، التجربة الدنماركية، وغيرهم كتير. ورغم تشابه كل الأعمال دي كأعمال كوميدية، إلا إنه في كل عمل فيهم بيقدم لك تحفة موسيقية بتفضل معلقة معاك وكأنه تراك منفصل عن الفيلم. أما بقى النجوم اللي اتكلموا عن الفيلم فهم كتير، زي مثلا النجم كريم عبد العزيز اللي قال إن الفيلم من أقرب الأفلام لقلبه، وإنه بيقطع فيه النفس من كتر الضحك. وكان في فيديو للنجم أحمد أمين بيشرح فيه كوميديا الموقف أو الشخصية اللي معمولة لأجل إنها تطلع ضحك وبس. هي بتبقى مرسومة مخصوص علشان تتعامل مع الأحداث بشكل مختلف، فبالتالي بتبقى هي مصدر الكوميديا. وكان في انترفيو لهاني رمزي بيأكد فيه إن الزعيم عادل إمام كان معجب جدا بالفيلم، وكذا مرة يطلب منه يعمل جزء تاني للفيلم. وهنا بقى يجي السؤال، ليه الفيلم محققش النجاح التجاري المطلوب رغم كل العوامل دي؟ والحقيقة ده راجع لعدة أسباب. أولها إنه في توقيت عرض الفيلم كانت نازلة معاه أعمال قوية جدا، عوكل، تيتو، عريس من جهة أمنية، فول الصين العظيم، الباشا تلميذ، بحب السيما، صايع بحر، وغيرهم كتير. وده يبين لك المنافسة الشرسة اللي كان بيواجهها الفيلم. الحاجة التانية اهتمام صناع الفيلم وتركيزهم على الكوميديا على حساب الحبكة، وبالتالي ده ما جذبش شريحة كبيرة من الجمهور اللي بيهتم بقصة العمل وثقله الفني. الحاجة التالتة إن في بعض النقاد والجمهور شافوا إن الفيلم هو تمثيل للفيلم الأمريكي دام اند دمر للنجم جيم كاري، وإن هاني رمزي اقتبس منه كاركتر الشخص الغبي. كمان الدعاية للفيلم ما كانتش قوية بالشكل الكافي، وده أثر على وصوله لشريحة أوسع من الجمهور. ورغم كده الفيلم عايش معانا، والدليل على كده إن في إفيهات كتير اتقالت في الفيلم الناس بقت ترددها في الحياة العادية وفي وسط الهزار. أبسطها لك، يوم ما تفكر تنشن لازم تصيب، شكلك فاهم يا نصة. نخش في الموضوع على طول. ولو عندك طبق كشري وجيت أنا خدت منه معلقة، هتحس بحاجة؟ باختصار، غبي منه فيه مش مجرد فيلم كوميدي، لكنه تجربة سينمائية متكاملة بتجمع بين البساطة والابتكار. صحيح الفيلم مش تقيل من ناحية الرسائل أو العمق، بس مش كل الأفلام لازم تكون كده. ساعات كل اللي بتكون محتاجه هو شوية ضحك. يمكن الفيلم لو كان صدر في وقت تاني أو بتسويق أقوى كان حقق نجاح أكبر من كده، بس ده ما يمنعش إن الفيلم بقى علامة في تاريخ الكوميديا المصرية. الفيلم خفيف ولذيذ وبيقدم لك جرعة ضحك مضمونة، وهو من النوع اللي لو شفته مرة أو اتنين هتحب ترجع له تاني لما تكون محتاج تضحك من قلبك. لو ما شفتوش الفيلم من فترة أنصحكم تشوفوه تاني عشان تفصلوا شوية عن ضغوط الحياة. وبس يا سيدي، لو المحتوى عجبك ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس وتكتب لي رأيك تحت في الكومنتس. ومن كل قلبي بشكر كل الناس اللي شجعتني في أول فيديو، آرائكم فرحتني جدا، وأوعدكم إني أحاول دايما أقدم الأفضل بإذن الله. أشوفكم الفيديو الجاي.